مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني منه. ازيكم اجمل متابعين، عاملين ايه؟ النهارده جايين بقى مع بعض هنعمل كيكه بيتي بطريقه سهله وبمقادير بسيطه خالص، ابسط ما يمكن. يعني بأقل حاجه عندك في البيت هتعملي اجمل كيكه لاولادك. احب قبل ما نبدأ المقادير تدعميني باللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. يلا بينا نخش على المقادير. انا معايا 2 بيضة. اول حاجة بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، و2 فانيليا ونص وكوباية الا ربع سكر، وضربتهم مع بعض. ممكن تحطي من كوبايه الا ربع، من نص كوبايه لكوبايه الا ربع، تمام. وبتقعدي تضربي بيهم بالمضرب اليدوي كويس خالص لحد ما السكر يدوب خالص. وبعد كده بنزل بنص كوبايه من الحليب بارد، وبحوالي نص كوبايه من الزيت. واهم حاجه الزيت يبقى زيت ذرة او اي زيت يبقى زيت نضيف. بعد كده ببدأ بقى بضرب المقادير كويس خالص كده زي ما احنا شايفين، بدوبها كويس. حابة اقول لكم لو الفيديوهات بتاعه المطبخ او بتاعه الاكل عموما مش عاجباكم قوليلي. لو عاجباكم فيديوهات التحديات او الروتين يا ريت تقولولي وانزل لكم فيديوهات للتحديات او روتين الشقة. تمام يا حبايب قلبي. هنا بعد كده جبت كوباية من الدقيق، نخلتها كويس وحطيت حوالي حطيت كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف. وبعد كده نزلت بكوباية تاني من الدقيق ونخلتها، وبعد كده قلبت كويس زي ما احنا شايفين كده. جبت الصينية بتاعتي مقاس 28، حطيت فيها او مقاس 24، حطيت فيها نص الكمية اللي هي بالفانيليا كده زي ما احنا شايفين، وخليت شوية حوالي ربع الكمية. هحط عليهم معلقتين من الكاكاو وهدوبهم بشوية لبن، علشان هحط معلقتين كاكاو وهتبقى تقيلة معايا، فلازم احط حوالي 3 أو 4 معالق لبن. وبعد كده هحط معلقتين الكاكاو او معلقة كاكاو، تمام. ادي معلقة وادي التانية، يعني معلقتين من الكاكاو الخام، وقلبتهم كده كويس. وبعد كده بنزل على بقية الكيكة. طالعة والله العظيم ب2، يعني انا عملت كيكة ب2 بيضة بس طالعة عالية وهشة وجميلة خالص. هتعجبكم لو جربت الطريقة، وقوليلي رأيك ايه في الكومنتات. ويا رب اللي بيشوف الفيديو بيقولي بيتابعني منين عشان اخش ارحب بيه. ويا رب فيديوهاتي تبقى عجباكم بجد، علشان المشاهدات قليلة خالص. لو الفيديوهات مش عجباكم بجد قولولي وانا اوقف القناة بجد، علشان انا تعبت من يعني تعبت من قلة التفاعل.